بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير، يا مساء الفل حبايبي. كنت جايبه كميه سمك مقلي، ولكن الحظ تعبت يعني تعبانه، واخده برد، بس برضه هاكل سمك هاكل سمك. شو اسوي؟ فلحظه الشم دي نعمه من عند ربنا والله العظيم. لحظه الشم اللي احنا بنتحرم منها دي، ما يكون عندنا برد صعبه جدا جدا. يا ربنا ينعم علينا بالشم ونستطعم الاكل ده، نعمه وفضل من عند ربنا. ربنا يخليكم ليا، ما يحرمش منكم ابدا. دي حاجه بسيطه، انا جايبه سمك كتير. فقلت بقى اعمل، امبارح كان مشوي والنهارده قليت، وجايزه اروق جايزه اروق، انا كده كده تعبانه فمش مشكله. مش مشكله، السمك جاهز هو اللي يروقني، انا بحب السمك جدا جدا يا جماعه. قليت اهون، بس مش عارفه افتح لكم لايف النهارده، النور كل شويه اتقطع. النور صعب جدا يا جماعه، والخضره دي دايما خلوها للولاد ياكلوها جنب الاكل، خضره حلوه قوي. فرز اهون، رز احمر، وبالبصله طبعا والفلفل والطماطم. حط طماطمايه زي يعني، الرز ده طبخه طريقه قديمه يعني، اللي بيحب يعني فلفل وطماطم. ودي طبق رز باقي من امبارح اهو، هناكله مع السمك برضو. عملت طبق دمعه عشان اكل جنبه مع الرز الابيض، والرز الاحمر اهو برضو، عينه من ده وعينه من ده اهو. كل سنه وانتم طيبين وبحب الله دايما متجمعين، حبايبي واصدقائي، بالف هنا عليكم، بألف ألف هنا عليكم جميعا. وادعوا لي كده ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب، اشفي كل مريض يا رب، وما تحوجنا لحد أبدا لغاية ما نروح لله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ادعوا لي، من الباز معاكم في كل مكان، اوعوا تنسوا العنوان.